بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في قناة زملكاوي. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. النهاردة عندنا فعلا فيديو مهم جدا جدا جدا، فيا ريت لو عجبك الفيديو تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصل لك كل جديد. المواضيع اللي هنتكلم فيها هي النهاردة: هزيمة مستحقة، تفاصيل الفندق وخيانة فتوح، قرارات الإدارة، بديل أسوريو، توقيع فتوح لزت ومحمد صبحي لبيراميدز. السلام عليكم. هنتكلم بسرعة على مباراة امبارح بطريقة سهلة جدا. عايزين نقول كلمتين صغيرين: انها كانت هزيمة مستحقة لنادي الزمالك امام فريق زت. المدرب لم يقدم اي شيء على مستوى التنظيم الدفاعي ولا على مستوى الاختراق ولا فتح المسافات. اللاعيبة لم يقدموا اي شيء. رصيد أسوريو يتناقص بسبب هذه الهزيمة، لأنه اتهزم مرتين أمام إنبي وهزيمة كمان قدام زد. الزمالك أصبح في 6 أسابيع خسر 10 نقط بسبب مدير فني مختل ومستهتر ولاعيبة متخاذلة ولياقة بدنية ضعيفة جدا. إيه مشكلة الزمالك الحقيقية؟ المشكلة الحقيقية في نادي الزمالك هو إن المدير الفني بيلاقي فراغ إداري كبير جدا في نادي الزمالك، فأصبح الراجل بيعمل أي شيء مجنون في كرة القدم. يلعب مرة 5-0-5، مرة يلعب 3-3-4، 4-3-3، 2-5-1، أي حاجة بيلعب أي حاجة. وبعدين بدأ كمان يحط اللعيبة مش في مراكزهم الطبيعية اللي هم بيقدروا يقدموا فيها أحسن حاجة. وعلى فكرة 90% من لاعيبة الزمالك المفروض ما يكونوش في نادي الزمالك. هي بس مشكلة ظروف القيد هي اللي حكمت على نادي الزمالك ان يكون فيها لاعيبة سيئة جدا. بتكون فيه اللاعيبة دي بتكون سيئة على المستوى الاخلاقي وعلى المستوى الفني. حتى اللايف ستايل بتاعهم لهؤلاء اللاعيبة سيء جدا، وهو ده كمان سبب رجوع إمام عاشور من الدنمارك إلى الدوري المصري مرة واحدة. هي دي الأسباب. دلوقتي احنا لو هنتكلم في موضوع مهم جدا كل مصر بتتكلم عليه، اللي هو اللي حصل في نادي الزمالك قبل مباراة زد. بيقول لك في الفندق طبعا، بيقول لك الساعة بعد منتصف الليل بيقوم الإداري بيدور على اللعيبة، بيتشك اللعيبة، فلقى 3 لعيبة مش موجودين في الفندق. مين هم ال3 لعيبة دولت؟ الزناري وفتوح ومحمد صبحي. بعدها بدأ الإداري بيروح لإدارة الفندق وسأل: حد شاف اللعيبة دي يا جماعة؟ إدارة الفندق قالت نعم، ال3 لعيبة دولت لبسهم ومتشيكين وخرجوا. بعدها بدأ يتصل هو بعبد الواحد السيد، بيتصل بيه بيقول له اللي حصل كذا كذا، ان في 3 لعيبة مش موجودين. عبد الواحد السيد بدأ مش عارف هو يعمل ايه، بدأ يسأل اللعيبة. طبعا بقية اللعيبة اللي موجودين في الفندق حد شاف اللعيبة؟ طبعا محدش شاف اللعيبة، كل اللعيبة صحوا من النوم. ده طبعا في المباراة قبل زد. بدأ هو يتصل بال3 لعيبة دولت. بعد الاتصال كتير جدا جدا رد على عبد الواحد مين؟ عليه الزناري. سأله انتوا فين؟ قال له احنا بره هنرجع بعد شوية. بعد شوية كده رجعوا الاثنين الزناري ومحمد صبحي. لما رجعوا ما رجعش معاهم فتوح. سألهم انتوا كنتوا فين؟ قالوا احنا كنا بنتعشى بناكل لان احنا كنا جعانين. طيب فتوح فين؟ قال لك فتوح مش عايز يجي، ما رجعش معانا. عبد الواحد السيد طبعا مباشرة كلم فتوح في التليفون، وبعدين اشتد الحوار ما بينهم. عبد الواحد لما اشتد الحوار معاه قفل الخط في وجه فتوح. بعدها شيكابالا قال له ما تعملش حاجة يا عبد الواحد يا سيد، سيبني اتصل بفتوح. شيكابالا اتصل بفتوح وقال له انت فين؟ قال له انت عارف ان احنا عندنا مباراة بكرة مهمة جدا ولازم ان انت تيجي. قال له انا مش هاجي، او انا هاجي بعد شوية، ولكن الزمالك مش مهتم بيا وما عمليش، يعني بما معناه ان هو يعني ما عملوش عقد كويس. وبعدين قال له شوية وانا هاجي دلوقتي. عبد الواحد لما سمع الحوار ده، عبد الواحد السيد لما لقى الحوار ما بينه وما بين شيكابالا برضه ما نفعش، قال له خلاص قول لفتوح يخليه ما يجيش. بعدها عبد الواحد السيد عمل ايه؟ اتصل مباشرة بأحمد سليمان. احمد سليمان طبعا عنده اجازة هو والعيلة بتاعته في ايطاليا،
قال له اكتب لي مذكرة باللي حصل بالظبط. طبعا عبد الواحد السيد سأل الإدارة هل ده أنشره على الإعلام؟ طبعا الإدارة قالت له ادته تصريح بأن هو يقول المعلومات ديت للإعلام. طبعا عبد الواحد السيد عمل ايه؟ كتب مذكرة وكتب فيها ان اللاعبين نتيجة هذا الحدث انهم كانوا متوترين جدا، وكتب الواقعة كاملة مكملة في هذا الوقت. طبعا عندنا دلوقتي في مشكلة، في قرارات هتبقى متوقعة من الإدارة. فأنا الإدارة عندها رأيين، في الإدارة بتقول عدم التجديد لفتوح وتجميده وعرض زناري للبيع، ومحمد صبحي برضه للتجميد. طبعا تجميد فتوح ده هيجعله ان هو مش هيروح المنتخب في يناير اللي جاي اللي في كأس الأمم الأفريقية، يعني الراجل مش هيبقى عنده مساحة ان هو يظهر نفسه ويتباع لأي فريق تاني في أي مكان في أوروبا أو في أماكن تانية. أو ان هم هياخدوا قرار تاني انك انت تخصم منهم فلوس وتوقيع عقوبة قوية جدا، وفي نفس الوقت انك انت ما تستغناش عن اللعيبه ديت، لانك انت هتفقد قوه هائله جدا في اللعيبه ديت، لان انت عارف ان في مصر اصلا ما فيهاش مواهب كتيره. طبعا في ناس بتقول لك زي ما الاهلي عمل مع كهربا دخل وشتم الاهلي كله وما كانش عنده اي مشاكل، وما كانش لما كان بيشتم ما كانش في حالته الطبيعيه، وقال لك وبعدها الاهلي عمل له غرامه ب1,000,000 جنيه. فأنا عايز أسأل رأي حضراتكم في الموضوع ده، هل نجمد فتوح وعدم التجديد له، ولا التجديد لفتوح وتغريمه ماديا غرامة كبيرة جدا؟ ده بالنسبة لفتوح واللي حصل في الأوتيل. طبعا دلوقتي بقى عندنا مشكلة ان احنا لازم نلاقي مدرب بسرعة. طبعا امبارح بالليل اتعرض جروس على الزمالك، ولكن مشكلة جروس الحقيقية ان هو عنده مجموعة بيعتمد على مجموعة من اللاعبين ما بيخرجش عنهم، هم 13 أو 14 لاعب وما بيخرجش عن الفلك بتاعهم. هل جروس في رأيكم هو الكويس في الفترة الحالية للزمالك ولا ايه بالظبط؟ يا ريت تقولوا لي رأيكم في التعليقات. ولكن الآن برضو بيوجد مدرب منتظر ومترقب للموقف، وهو حسام حسن عنده روح قوية، بيقدر يشحن اللعيبة كويس جدا وعنده انضباط. ولكن هل حسام حسن في الوقت ده مناسب للزمالك ولا مش؟ حسام حسن طبعا عنده مشكلة مع جمهور الزمالك لما مسك فانيلا حمراء وفانيلة المصري لجمهور الزمالك، ومعناها بيقول ان انا اهلاوي او ان انا مصراوي. ولكن في نفس الوقت هو طلع وقال لك انا ندمان على الحركة اللي انا عملتها ديت مع جمهور نادي الزمالك. في بقى هنا كمان واحد بيساعد ان حسام حسن يبقى هو المدرب في الفترة الحالية لنادي الزمالك. من هو؟ مهيب عبد الهادي بيتكلم مع احمد سليمان، لان احمد سليمان عامل عقد مع قناة MBC ب250,000 جنيه في الشهر. ولكن لو انت كلمتني عن الإدارة عايزة مدير فني أجنبي قوي ويكمل مع النادي. ولكن هم لو كانوا عايزين مدرب مصري كانوا ياخدوا طارق مصطفى. طبعا في برضه حتة كوميدية كده، وأغرب حاجة إن أسوريو طلب تقرير عن بيراميدز من الجهاز المعاون، يعني بما معناها إن هو ما بيدرسش أي فريق قبل ما بيلعبه. طبعا في موضوع مهم جدا، يقال ان فتوح ماضي لنادي زد. سيف زاهر اتصل بالكابتن حسين لبيب وقال له احنا معانا توقيع من فتوح، في حالة انكم مش هتوقعوا معاه، لو انتوا وقعتوا معاه احنا خلاص هنوقف العقد، هنديكوا العقد والتوقيع ده كأنه مش موجود. ولو انتم ما وقعتوش معاه، زد موقع لنا وفتوح موقع لنادي زد. فهو ده اللي موجود على الساحة، ان فتوح ماضي لنادي زد، ويقال برضو ان محمد صبحي ماضي لنادي بيراميدز. يعني الاثنين دولت ماضيين لبره نادي الزمالك، واحد منهم لبيراميدز واحد منهم لنادي زد. فيا ريت تقولوا لي رأيكم في الموضوع ده، هل توافق في ان محمد صبحي نعمل معاه عقد جديد ونمدد العقد ولا لا؟ وكذلك فتوح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.